شايفين الجمال؟ ايه الحلاوة دي؟ هنعمل كنافة بالمانجا والكريمة يا جماعة. شايفين؟ احنا هنجيب نص كيلو كنافة. هنحطها في الفريزر ساعتين 3 يوم براحتك. هتطلعها تتفرج كده معاكي. يعني افركيها كده، عايزة تحطها في الكبة ماشي، هي هتنعم معاكي على طول. شايفين؟ افركوا كده ما بين ايدك كده وبصوابعك كده، هتتفرك معاكي على طول زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. هنكون طبعا لان احنا في الشتاء فالسمنة بتبقى ماسكة نفسها، بتبقى جامدة، فهنسيحها يعني يا دوبك دقيقتين كده على النار وتطفي عليها، وهي هتسيح من السخونية في قلب يعني الحاجة اللي بتسيحي فيها. وبكون طحنة حبة سكر بودر في المطحنة عندي، حطيت قيمة معلقتين يعني. تمام. وهننزل بقى بالسمنة. سمنة ليا ما كفتش، كمان انا هجيب حبة قدهم كمان، يعني هما دول ما كفوش. وهتغلفي بقى كل الكنافة ديت، هتغلفها بالسمنة، لازم كل كنافية تتغلف بالسمنة، لازم. وافركي كده، هي هتحسي انها كلكعت كده، افضلي فيها لحد شوف اي حتة مكلكعة، لان الكلكعة اللي بتيجي ديت، السمنة بتجمد تاني من السقعة، فبتكلكع حبة الكنافة، فافرديها بقى شوية. اقعدي افركي كده في الكلاكيع اللي بتبقى في الكنافة ديت من السمنة، بحيث تتفك معاكي. وهنجيب صينية الحلوة بتاعتنا ديت، برضه هندهنها سمنة حلو. وهننزل بقى بتلتين الكنافة، مش نصها، بالتلتين. هنكون طبعا عاملين كوباية ونص حليب على كوباية ونص عصير مانجا بيوريك كده، ما فيهاش مية يعني لو هتحطها طبعا في الخلاط تتعصر. حط حبة مية صغيرين، بحيث تبقى كلها مانجا. يعني انا حتى سايبة فيها قطع مانجا كده. وهتحط 4 معالق نشا. طبعا هتدوب كل ده على البارد على معلقتين سكر، مش هتبقى مسكرة قوي لان احنا في شربات. تمام. وهترفعها على النار، هتبقى بالتقل اللي انتوا شفتوه ده. هيبقى القوام بتاع الكريمة تقيل شوية، مش زي المهلبية خفيف حبة، لا هيبقى تقيل اكتر. هتحط التلتين كنافة، يعني النص وشوية في الأرضية. ماشي. وهتعملوا حرف في الصينية كده علشان الكريمة لما تحطها ما تخرجش بره وتتحرق. اهو اعملي حرف بقى كده زي ما انت شايفة بالشكل ده. الشربات يا جماعة انا ما عملتوش معاكم، بس هو نفس الشربات اللي كنت عاملاه معاكم يوم الجلاش بالكنافة. طبعا مع كوبايتين سكر على كوباية مية. واول ما يغلي طبعا هتحطيه على اقل عين على البوتاجاز، وعلى نار يعني فوق الهادية سيكة كده. اضغطي بقى في الحرارة في الوقت دون، اضغطي بايدك بقى على الكنافة حلو، علشان تعمل قاعدة كده حلوة محترمة للكريمة. ماشي. الشربات كوبايتين سكر على كوباية مية، هتحطهم على اعلى على اوطى على اقل عين على البوتاجاز، وعلى نار فوق الهادية شوية. واول ما تغلي هتنزلي بالنص ليمونة، وتسيبها 10 دقايق. تمام. وتطفي عليها وتسيبها بقى تبرد، هتلاقيها تقيلة وما شاء الله زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي. طبعا انا فردت بقى ال3/4 الكنافة في الأرضية، وعملت لها حرف. وحطيت بقى الكريمة زي ما انتوا شايفين كده، فيها قطع مانجا اهيت. والله المانجا دي كلها يا جماعة بمانجاية واحدة. يعني المانجا ديت الحبة اللي عصرتهم كوباية او كوباية ونص. طبعا انت عايزة تحط مكسرات براحتك، مش عايزة، هي اصلا كده كده هي بالكريمة، فهي مش محتاجة مكسرات. بس كان عندي قلت اما احط زيادة الخرخرين مش مشكلة، ما بخلش عليكم بحاجة. تمام. هنحط بقى بقية الكنافة اللي هو التلت، هنحطهم فوقها على الوش بقى، بس مش هنضغط. يعني وزعها كده بالراحة. المهم ان انت تغطي كل الكنافة، كل الكريمة والحاج يعني السطح بتاع الكنافة بتاع الصينية تغطيه كله. تمام. زي ما انت شايفة كده. هتحط بقى الباقي كله.
والشربات يا جماعة يبقى بارد. بقول لكم انا المانجا ديت واللي هحطها برضو في الاخر في ساعة التقديم، كل ده بمنجاية واحدة. عصرت نص المنجاية، بس كانت ما شاء الله كبيرة. عصرت نص المنجاية، عملتها عصير عشان احطها مع الكريمة مع الحليب، اعملها يعني كريمة مع والنشا وكده. والنص التاني هقطعه مكعبات، واحطه بقى على وش الكنافة لما تبرد بقى شوية، واحط عليها الشربات وتبرد شوية، بحيث ايه للتزيين كده. شايفة اضغطي بقى بالراحة، بس ساوي الحواف كده بتاع الكنافة، واضغطي بالراحة علشان الكريمة ما تطلعش من الناحية دي ولا من الناحية دي. هتبقى بالقمر دون. طبعا احنا مولعين الفرن من قبلها ب10 دقايق على على نار عالية، في نص الفرن ماشي، وتطلع بالجمال ده كله ما شاء الله. شايفين القمر؟ كلها واخدة لون واحد، وفوق وتحت. هقلبها معاكم دلوقتي، انتوا هتشوفوا دلوقتي بعينيكم. انا بقلبها اهوت. شايفين؟ سوا بقى كده لما علشان خاطر تبقى في نص الصينية، وشيلها بقى علشان هي سخنة. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون موحد ازاي يا جماعة؟ انزل بقى بالشربات التقيل. شايفين العسل؟ ده عسل ده مش شربات، ده ما شاء الله تقيل وطبعا بارد. طبعا كل ده انتم مفكرين انها مش هتشرب، لا. شوفوا من النص، انا مسرعة المقطع ده، من النص هتلاقيها بتشرب بتشرب بتشرب، ومن الجنابة هيت. شايفين؟ بتشرب اهي. شايفين من النص عملت ازاي، ومن الحروف. حط بقى زيني بقى، عايز عندك حبة مكسرات ماشي، عندك حبة جوز هند كده زي ما انا هعمل. تمام. هي كده شربت اهيت، يعتبر اكتر من نص الشربات. هنزين بقى ايه زي ما انت عايزة بقى براحتك. مش عايزة بقى للتزيين وقطعي بقى، وكل عايزة على كده وتقطعي ماشي، حلو اوي ونعم. يا جماعة، هنحط بقى المكعبات المانجا في النص. ما شاء الله، كانت طعمها خطير يا جماعة والله. والله بس بصوا، يعني هي مش بسمنة بلدي، بس طعمها تحفة تحفة. الكنافة اللي بالمانجا دي، لو عندك مانجاية ما تبخليش وتقولي لا مش هطلعها، لا طلعها للكنافة ديت. والله يا جماعة طعمها تحفة ما شاء الله. قطعي بقى كده وقدمي. لقيت ديت صغيرة على المقطع، كبرت ديت شوية. ما شاء الله، جميلة جميلة والله يا ولد، تحفة. طبقة الكريمة برضو جوه ما هيش قليلة، جميلة حلوة مع المانجا اللي فوق، خطيرة خطيرة يا جماعة. جربوها بالله عليكم. اي، شايفين الكريمة ولونها حلو اوي، تحفة. كلي بقى وبالهنا والشفا يا جماعة. وصلتم معايا لحد هنا، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل كل جديد. و... وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين. ولو عايزين اي وصفة اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم من عينيا. ولو الفيديو عجبكم، اعجب كده بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.